القصة هذه حدثت الله أعلم في الثمانينات هجرية. هذا مواطن سعودي من إحدى القبائل ضاقت به سبل الرزق، وسافر الرجل هذا إلى دولة قطر الشقيقة. كان ذاك الوقت حكومة قطر توظف من جاها في الجيش القطري ويحتاجون عدة جنسيات. يا سلام. فالرجل هذا راح واشتغل في قطر واخذ له السنين، وبعدين رجع للسعودية وتزوج ورجع بزوجته لقطر، وارزقها الله سبحانه وتعالى بولد، واخذ له سنين في قطر، وبعدين بعد سنوات رزقه الله بالولد الثاني، فذريته كلهم اثنين. بعدين يوم كبر بالسن رجع للسعودية مع زوجته وولديه، وجاء في المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء مدينة الهفوف، وبدأ يتسبب ويشتغل. كبر به السن ونهاية الإنسان الموت، فمات. المشكلة والمعضلة اللي واجهت زوجته وعيالها الاثنين أن لا ترك لهم رأس مال ولا ترك لهم تقاعد، ما عنده شيء لجود، مسكين. والفقير هو اللي ما يجد قوت يومه، والمسكين يعمل ولكن يجيه دخل ضعيف ما يكفي أغراضه المعيشية. فهذا كان حال الأسرة. أسرة الجبر في المنطقة الشرقية وفي الحسا خاصة معروفين بالثراء، وابن جبر كان رجل معروف بأعمال الخير والبر، فبنى مجمع خيري سكني كان يسكن فيه الأرامل والأيتام والمطلقات والمحتاجين. فقدمت عليه المرأة هذه وعيالها الاثنين وعطاهم سكن في المجمع الخيري السكني تبعه ابن جبر، جزاه الله خير وكثر الله أمثاله. الله يجزاه خير. فالآن مشكلة السكن انتهت عند المرأة هذه وعيالها الاثنين، بقت مشكلة الأكل والشرب والمعيشة. الولد الكبير قال لأخوه الصغير حنا نكفيك، لأن الصغير كان جيد في الدراسة، وذاك الوقت وصل مرحلة الثالث ثانوي. سلام. وكان الأخ الكبير ما درس، ما توفق في الدراسة، فكان عنده أمل وطموح في أخوه الصغير هذا أنه يكمل الثانوي ويدخل الكلية العسكرية ويتخرج ضابط، أو يكمل الدراسة الجامعية ويتخرج مهندس أو طبيب. وأيضا الحلم والأمل هذا كان عند أمهم، وحاط الابن الكبير والأم النظرة والأمل في الأخ الصغير هذا أنه يصير له وضعه الطيب في المجتمع، وأنه يشتاق أخوه وأمه. فهذا الوضع العام اضطر الأخ الكبير والأم أنهم يبيعون شاهي. فكان إذا جاء بعد العصر عند الأخ الكبير سيارة قديمة يمكن هايلوكس، فياخذ أمه وياخذ المعدات ويروح جنب منتزه في الهفوف عليه القدم وعليه الناس، وينزل أمه وينزل الطاولة والبراريد واسطوانة الغاز ومعدات الشاي، وهو يروح في مكان آخر. فكان هو وأمه يبيعون الشاي حتى يعيشون. يا سلام. عمل شريف. يقول الأخ الأكبر أنا ذاك اليوم بالليل، يقول جالس ولا أدري إلا يوم جاني اتصال الجوال من أخوي الصغير. هلا. يقول ما عمرك كلمني؟ قال أخوي. قلت نعم. قال تعرف ولد جارنا فلان؟ يقول ولد في آخر الشارع في العشرينات من عمره، يقول بينه وبين أخوي مشاكل والنفوس فيها ما فيها، وقد تضارب الولد هذا ولد الجيران مع أخوي وانتهت. قلت أيوة. قال اليوم احنا نلعب الكورة العصر، جاء وتحرش بي وصار بيننا كلام وضربته. الأخ الكبير يقول أخوي الله عطاه بسطة في الجسم وعضلات ورياضي، وضرب ابن الجيران العشرينات هذا. قال طيب أنت وينك الحين؟ قال أنا موقف في قسم الشرطة. قال أنا جايك. قال وارجع أشيل أغراضي طاولتي ومعداتي والبسطة اللي عندي وأحطها في السيارة. جيت القسم الشرطة وقابلت الضابط. سلام أنا أخو فلان وش الموضوع؟ قال أخوك ضارب ولد الجيران مكسر له أسنانه ومأثر عليه وضاربه ضرب ما هو طيب ومنفخ وجهه، والتقرير توه جاني من المستشفى كدمات وأسنانه. قال طيب الحين وش الحل؟ قال بكرة. الحين قال أخوك اعترف وعيال الجيران يشهدوا عليه،
وتقرير المستشفى جانا للمضروب، فأركان القضية هذه عندي مكتملة في الملف. يا سلام. وبكرة برسلها للنيابة العامة. قلت أيوة. قالوا من النيابة العامة بتحول للشرع، وترى أخوك بياكل فيها سجن من 3 شهور وفوق، وتسجل عليه في ملفه الأمني، لا عاد يتوظف ولا عاد عسكرية ولا يقول يوم قالها، يوم الدنيا دارت بي يقول ما عاد أشوف. قلت طيب والحل؟ قال ما في إلا حل واحد، يتنازلون المضروب ولا أبوه. ترى أبوه جانا وزعلان ومعصب. يقول الولد المضروب أنا أعرفه شرس وما فيه طب، وخفت أني أروح للمستشفى ما يقدرني. يقول فكرت، قلت للضابط وش تقدر تساعدنا؟ قال شوف يا ولد الحلال، حنا يا الشرطة ما لنا مصلحة نعقد الأمور ولا ندور إلا الصلح بين الناس، ولا عطتنا الحكومة هالمناصب وهالرتب إلا للإصلاح ذات البين، ولا لنا مصلحة أن أخوك يقعد عندنا في السجن ونرسل بعسكري للنيابة وروحات وجيات. اصلحوا مع خصومكم وأنا أنهي الموضوع. قال طيب. قال شف، يقول شرحت له وضعنا أنا وأمي وحالة أبونا وإن ما عندنا شيء، وإن عملنا في الله في ذم هالولد وعلمته أن نتائجه جيدة في الثانوي ولا نبغى مستقبله يضيع. قال عشان كلامك وعشان وضعكم أنا بأخر الملف، أنا كنت برسله بكرة الساعة 9 الصبح، لا مني سلمت للنيابة والراح للنيابة انتهى. قال طيب. قال أنا بأخره عشانك من وجه الله سبحانه وتعالى إلى بعد الظهر، ترى الوجه من الوجه أبيض إلى بعد الظهر، إذا ما جبتوا لي التنازل برسله للنيابة، وإذا راح النيابة انتهى. قال واطلع من قسم الشرطة ما أدري وين أروح. قال وجي لأمي في بسطتها وليتني ما جيتها. قالت وش جايبك؟ قال وعلمها العلم. قال وتقوم أمي فيها الشارع تصيح وتمسك راسها مثل المجنونة. قالت تدري؟ قلت نعم. قالت شيل الأغراض. قال واشيل بسطتها وحطها في السيارة. قالت روح من البيت الجار لعله عسى. قالوا نجي بيت جارنا يقول في راس الشارع والولد المضروب. قال أنا وأمي وندق الباب، قلنا لعله عسى إن شاء الله يقول يقدر أمي. يقول أمي بكوتها وحالتها. قال يوم طلع علينا مثل الأسد الكاسر. قال وش جايبكم؟ لكم وجيه تجوني تضربون ولدي؟ قالوا ينطلق علينا البلد محكوم وفي حكومة وفي الشرع، يضرب ويكسر أسنانه، اللي مات أدبه أهله ولا زمانه تأدب الحكومة. يقول جات أمي تبي تكلم وترجاه. قال لو فيك خير كانت دبتي ولدك ما يضرب عيال الناس. هو وين رايح؟ هذا يبي له السجن، يبي له التأديب، وأنا عندي خبر بضربته لولدي المرة الأولى وسكتنا وقلنا جيران وأنتم ما تقدرون الجيرة. قالوا ينطلق على أمي. يقول أنا كظمت غيظي لا أقدر أرد عليه لا بقول ولا بفعل، موضوعنا بين يديه. يقول آخرها يقول ولا خلانا نتكلم ولا قدرني ولا قدر أمي. قالوا يدخل يصفق الباب في وجهنا. يقول أنا ما ألومه. يقول دخل. يقول أمي زاد همها هم، لا احترمنا لا قدرنا. يقولوا نرجع نركب أنا وياها بالسيارة ويجيبها للبيت. قال يوم جبتها للبيت وتقعد ليلها كله تصلي وتبكي، لا نامت ولا خلتني أنام. قال يوم جاء الساعة 7 الصبح قالت تجي تصحيني. يقول يا الله إني غفيت. قالت ولدي؟ قلت نعم. قالت قم يا ولدي رح للشرطة لعله عسى أن يغير الله من حال إلى حال، ربما في شيء. يقول ربما الضابط يلقى لك حل يا ولدي، علمه بأحوالنا. قال وارجع للشرطة ولا هذا ضابط خفر البارح ما سلم. قال بشر جبت التنازل. قلت والله حصل كذا وحصل كذا والجار. قال يا ولد الحلال لا تضيعوا وقتك ووقتي، معاك لا بعد الظهر غيره، لا تضيع وقتك ووقتي، أنا ما عندي حل، وشوف الملف هذا هو جاهز دبر لك حل. يقول طلعت من قسم الشرطة منعمي ما أدري وين أروح، ضايقت بي الوسيعة. يقول واركب هالسيارة مكسرة وأقوم أدور في شوارع الهفوف الحسا على غير هدى. يقول يوم أخذت يقول قمت أدعي الله وابكي. يقول أملنا في هالولد راح في أخوه، كنا نبي نشوفه ضابط ولا دكتور ولا مهندس والحين بيدخل السجن. يقول يوم أخذت مع ذاك الطريق
يقول ولا اللوحة الصاج اللي قدامي الحرس الوطني قيادة لواء الملك عبد العزيز الآلي. يقول وانا الف مع الخط. يقول الحرس معروفين رجال فيهم خير وفيهم شهامة وفيهم نخوة، ولا انا خيت الرجال ساق عمره وجاك. يقول وانا جاي بالسيارة مكسرة دي لين جيت البوابة حقت قيادة اللواء، قالوا يطلع لي العسكري حق الشرطة العسكرية، قال يوم شافني يبكي ورجال بشواربي يا ولد عين خير ايش فيك؟ قلت انا ابغى قايدكم. قال قايدنا من قايدنا؟ قلت قايد هاللواء. قال تعرفه عندك موعد فيه؟ قلت انا ابغى قايد اللواء والموضوع بيني وبينه. قال وقف سيارتك في المواقف، يقول في مواقف عند البوابه، وجيب لي اثباتك وتعال. قال وانا اوقف سيارتي وجيه. قال اخذ اثباتي، اخذ معلوماته، قالوا يدق على ضابط الشرطه العسكريه. يقول شوي لها كالضابط محضر عندنا. يقول سلم علي وقال عين خير وش عندك؟ قلت الموضوع خاص ولا تكلم فيه الا عند قايد اللواء. قال ابشر ما يصير خاطرك الا طيب. يقول ويدق على مدير مكتب القايد، يقول اخذنا شوي، قال تفضل معي. قالوا ياخذني ويدخل مبنى القياده لين جاب مدير مكتب قايد اللواء، قال اجلس. يقول راح. يقول شوي قايد مدير مكتب قايد اللواء، قال تفضل يا اخي قايد اللواء ينتظرك. قال يوم فكيت الباب ودخلت ولا هاك الضابط الطويل الضخم يا هيالي اللي له هيبه وله منظر وكله اشارات وكله نجوم وكله رتب. يقول انا ما اعرف الرتب العسكريه. يقول لا ضحكته على وجهه تقول سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه. قال ويهلي ويرحب. يقول مع اني رث وملابسي رثه وضعيف، لكن كيف اخلاق الناس واخلاق هالرجال. يقول ويهلي ويرحب. قال يوم شافني يبكي يوم دخلت عليه قلت انا ناخيك، انا ناخيك، تكفى تكفى تكفى. قال وقوم اصيح. يقول يوم راحت ضحكته من وجهه، يقول يوم تورم وجهه، يوم طلعت عيونه، يوم تغير شكله. قال عسى الموضوع ما هو كايد، عسى ما فيه دم، عسى ما فيه رقاط. يقول الرجال ما عاد بخوي الاول، يقول كأنه وحش كاسر. عسى الموضوع ما هو كايد، اجلس اجلس اجلس. يقول وانا اجلس قالوا يطلب لي ماء. يقول هو نفسه نشف ريقه. يقول يوم قمت انخاه وترجاه. يقول ويجيب لنا ذاك العسكري مويه وانت قهوه. قال يوم شربت الماء وتقهويت وعلمه بقصتنا من تاريخ ابوي. قال هذا موضوعك؟ قلت ايه. قال ابشر 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 بيسرها الله. قالوا يدق التلفون على ضابط الشرطه العسكريه ومحضر عندنا. يقول ولا كتب المعلومات في ورقه. ضابط الشرطه العسكريه في قيادة اللواء له علاقات مع ضباط الشرطه المدنيه في الحسا، ودائما يروح ومثل ضابط الارتباط اذا اي مشكله فرد ولا ضابط صف ولا ضابط مع الشرطه يروح ويعرف الضباط وبينهم زماله. قال تروح لي الان لشرطه الحسا وشوف لي موضوع الرجال هذا وش يقدروا يساعدونا فيه وش الحل. يقول شوي ضابط الشرطه العسكريه اتصل بقايد اللواء بالجوال، يقول انا عنده جالس. قال ما في حل الا التنازل، الخصوم يتنازلون والضابط ما يقصر حق القسم اخر المعامله بعد الظهر. يقول معكم لا بعد الظهر والوجه من الوجه ابيض. قال خير. قالوا يدق على مدير مكتبه قال نادي للضابط فلان. يقول يوم دخل علينا ذاك الضابط الشايب اللي هذا كبر لحيته، يقول من وجهه عرفت ان هذا مفاوض رقم واحد. يا سلام. لان القضيه يبي لها فن المفاوضات والاخذ والعطاء. يقول قال شوف تروح لاسكان بن جبر الخيري وهذا رقم البيت وهذا اسم الرجال والقصه كذا 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 بالتفصيل، وبيك تفاوض معه شوف وش يبغى عشان يتنازل. قال بشر طال عمرك. يقول شوي يكلم علينا بالجوال على قايد اللواء، بشر. قال والله جيت الرجل ودقيت عليه الباب ويوم شافني ضابط رسمي قدرني، وهذه طبيعة الناس، تقدر الرجل العسكري وتقدر الرجل اللي رتبه وتقدره أيضا ما هو رتبته وبدلته بس، لتعامله واخلاقه ودينه يزيدها. يقول الرجال دخلني في المجلس طال عمرك وقهواني وعنده طلبين يتنازل. قال وش يبغى؟ قال يقول يبغى 20,000 ريال. قال ايوه والطلب الثاني؟ قال الطلب الثاني يقول ولده هذا اللي في المستشفى اشغله بالمشاكل يبغى يوظفه عسكري في اللواء في الحسا في الحرس الوطني. قال الطلب الثاني يبشر ويبشر لكن نبغى يراعينا في 20. قال والله يا طول عمره حاولت معه وعين. قال فكر شوي قال اللواء قال اسمع يا فلان. قال نعم.
قال خلك عنده وانا جايك بنفسي هالحين. قايد اللواء يا سلام. قالوا ياخذني بيدي، قال ركبني في سيارته ويطلع مع البوابه وعلى الاسكان. بعدين تلابوه صغير، الاسكان قريب من قيادة الحرس الوطني. يقول انا ماني مصدق، انا انسان ضعيف مسكين رث ما وراي شيء، وهالرجال بنفسه يقول قايد اللواء الضابط اللي يامر له على آلاف الرجال، يقول بنفسي بسيارتي معه، هوك السيارة الفخمة ولا أجهزة ولا ناتن يقول يوم جينا عند بيت جارنا قال شف لا جيت تسلم عليه انقز وحب راسه ولا تكلم ولا كلمة، لا قليل ولا كثير، حتى لو يخطي عليك لا ترد عليه واترك الكلام لي. قلت ابشر طال عمرك. يقول والله يوم شاف قايد اللواء بنفسه جاي جارنا يقول هلا ورحب، ولا ما هو خوينا امس اللي يسبنا ويتكلم علي انا وامي، يقول وجه ثاني. يقول والله ويقهوينا قالوا يبدل بالكلام قايد اللواء ولا كلام فصيح قوي معزز بالايات القرانيه وبالاحاديث حق الجار على الجار والكرم، وان الرجال تتنازل عن رقاب ما هي باسنان. يقول ولا والله يوم جارنا يقول استحى وخجله، قال اسمع يا قايد اللواء والله عشان جيتك والله اني ودي اتنازل عنها كلها 20، لكن والله جابك الله انا رجال محتد وابغالي 10,000 وظروفي صعبه، ايضا الجار فقير في هالسكن، انا ظروفي صعبه وانا بحاجه 10,000 طارئه ضروريه الان، وبنزل 10، انا بحاجه 10 وابغى هالولد اللي يشغلني ولا لقينا له وظيفه توظفونه في الحرس الوطني. قال قايد اللواء ابشر بال10 وبيض الله وجهك وتجيك هالحين، والولد بكره بعطيك جوالي الخاص وبكره تجهز ملف الولد، وان بغيت تجيني وتقهوى عندي وتسعدني بالزياره بعلم البوابه ولا ترسل واحد من طرفك. يا سلام. وابشر بنكتب لشؤون الافراد وبوصي عليه وبنتابع معامله تجنيده في الحرس، وباذن الله باذن الله اعينه في الحساء عندنا، في الحساء عندك وبوصي عليه. قال ابشر. قال قايد اللواء للضابط اللي جالس في مجلس الجار اركب سيارتك وراي. قال انا قاعد في السياره ماني مصدق. قالوا يجي قايد اللواء وينزل عند ماكينه الصراف يقول معه بطاقتين رصيدين، قالوا يسحب 10,000 ويعطيها للضابط. قال ترجع وتاخذ الجار على مركز الشرطه يكتب تنازله وعطى 10,000. يقول والله ونرجع قيادة اللواء شوي الا الضابط يكلمنا، قال ابشرك الجار تنازل عند الشرطه وعطيته 10,000، ويقولون الشرطه اخوه يجينا يكتب كفاله ويستلم اخوه. يقول لا اله الا الله تيسرت. قال حنا بذا الكلام ولا مدير مكتب القايد يوم دق عليه قال عندنا فيه مدير شركه حراسات امنيه، يقول حسب ما فهمت ان فيه شركه للاجانب سكن للاجانب مسؤول عنها الحرس الوطني في الحراسه والدوريات. يقول هذا من الخارج الحرس الوطني، من الداخل مستلم السكن هذا شركه حراسات امنيه من الداخل. يقول وهذا مديرها جاي عنده اجتماع مع قايد اللواء وينسق معه. قال يوم دخل علينا رجل هكا الاعمال مدير الشركه، يقولوا بينهم سلام، يقول ودارة القهوه قال قايد اللواء لرجل الاعمال مدير الشركه الامنيه الرجل هذا غالي علي وعزيز عندي وبيله وظيفه عندك في الشركه. قال مدير الشركه وش دراك يا طويل العمر، انا بحاجه لافراد اليوم يجيني اليوم يستلم العمل في الشركه، نبغى رجال امن سكيورتي. يا سلام. قال ياخذ مدير قايد اللواء ويدخلون في صاله اجتماعات في المختصر. المهم يقول شوي راح مدير الشركه قالوا يمسكني قايد اللواء، قال تطلع من عندي هالحين. يقول حنا اولا جالسين عندهم تدق علي وقلت له امي تبغاك. قال لا 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 تكلمني ولا ابغاها الحين بعدين. قال تطلع من عندي الان وتكلم امك وتبشرها جميع ما حصل عشان ترتاح وتركب سيارتك وعلى الشرطه توقع الكفاله وتمسك اخوك هذا باذنه، ترى ما كل مره تجي سلامات. خليه يخلص الثانوي والله يستر عليه وتنزله في البيت عند امك وعلى الشركه حار بحار وتستلم عملك.
قال وانا جي بحب راسه عيا، جيت بحب يده عيا. قال انا ما ابغى الا منك خدمه. يقول قايد اللواء الرجل ابغى منك خدمه. قال وش تبغى؟ وش اسوي لك؟ وش عندي؟ يقول والله لو يطلب عيوني لا اعطيه. قال انا ما ابغاك الا تدعي لي بس. يقول لا اله الا الله. يقول واطلع واركب سيارتي. تلوموني في الحرس الوطني هذول رجال عبد الله بن عبد العزيز، وتلوموني في العسكريين ودولتنا وشهامتنا يا العرب. اللهم لك الحمد. الله يزيد فعل المعروف والمراجل. من القائد منهم؟ وش اسمه وقسمه منهم؟ انا اتصلت على قائد اللواء متقاعد الان وعرفته، واتصلت عليه ابغى زياده تفاصيل. واستحلفني بالله اني ما اجيب اسمه، الرجل متقاعد لكنه معروف في الحسا وطيبه ومكسره ومعدنه مع كل صغير وكبير. يا سلام، الله يمد في عمره ويمتعه. والطيب يا ابو راكان ما بس الضاعنين على ما قال في كل مكان. نعم، وكل فيه خير.